لفت نظري رواية، يعني رواية اسمها نفسه غريب جدا. الرواية دي اسمها عزلة صاخبة جدا. عزلة صاخبة جدا. قصة الرواية دي بتقول لك إن في شخص بيعشق الكتب، فهو كل يوم بيروح المكان اللي بيشتري منه الكتب، بيشتري الكتب ويحطها في بيته، بيخزن الكتب دي عنده في الأرفاف، لحد ما بقت شقته كلها عبارة عن مكتبة ضخمة فيها آلاف الكتب. بيقول لك إن الشخص ده بشكل عام، يعني فكرة الرواية دي بتقول لك إن بشكل عام ال إيه فايدة المعرفة لو ما تحولتش إلى حاجة عملية. إن بشكل عام ماشي، آخر تكديس الكتب إيه؟ في النهاية تبقى خردة، يعني مش هيبقى ليها أي قيمة. طبعا ده مش تقليل أبدا من عنصر وفعل القراءة، ولكن يبقى عنصر وفعل القراءة من أهم العناصر لإنتاج الحضارة بشكل عام. ولكن طب أنت قريت وبعدين فين إنتاجك الفكري؟ أنت بتقرا كتير، فين إنتاجك؟ فين المقالات اللي بتكتبها؟ فين الكتب اللي بتكتبها؟ فين الفيديوهات اللي بتصنعها لو أنت صانع محتوى؟ فين تأثير القراية عليك وعلى أخلاقك وعلى قيمك وعلى مبادئك؟ فين القراية وتأثيرها على الكاريزما بتاعتك بشكل عام؟ أنا من النوع اللي بحب، يعني أنا من النوع اللي هو الهادي في وسط أي مجتمع. ما بحبش أشارك الناس كل معلوماتي وكده، مش في دماغي كده يعني. ولكن أول ما برجع من البيت كل همي إن أمسك الكاميرا وأتكلم قدام الكاميرا بالمعلومات اللي في دماغي، باللي أنا استخلصته من المعلومات في ساعات القراية، بنتجها على هيئة فيديوهات. طبعا القراية شيء أساسي في صناعة الحضارة، ولكن تبقى عملية الإنتاج. فين قيمة الإنتاج اللي بتنتجه؟ قيمة الإنتاج اللي بتنتجه فين؟ وهكذا. إذا الإنتاج لا يقل أهمية عن البناء. القراية مهمة، لكن الإنتاج هو أغلب القراء ما بينتجوش. أغلب القراء بيقروا فقط، يستخلصوا معلومات وبينتجوش معلومات جديدة. دي وجهة نظر.